بيبدأ ملخصنا مع فرقة اقتحام خاصة بقيادة فولر وريك، لأن في بنك مجموعة من المسلحين استولوا عليه. كان منهم مجموعة بره بتقاتل في الشرطة وبتضرب عليهم نار، والباقيين جوه بيقلبوا البنك ومعاهم الرهاين اللي هيساوموا بيها الحكومة علشان يخرجوا من هنا. وللأسف الشرطة ما كانتش قادرة تسيطر على الموضوع، وده اللي اضطرهم يستدعوا قوة اقتحام خاصة، واللي برضه قسموا نفسهم لفريقين، فريق يدخل البنك عن طريق السقف والتاني يدوروا على مدخل تاني. ومن ضمن الفرق كان براين وزميله جيم اللي دخلوا عن طريق فتحات التهوية، وبعد ما اتأكدوا بالكاميرا ان غرفة المراقبة فاضية نزلوا للبنك. ولكن فولر امرهم ما يقتلوش حد الا لما ياخدوا الامر منه بس. للاسف الاتنين من العصابة كانوا بيحاولوا يسرقوا عربية يهربوا بيها، والشرطة خلصت عليهم، وده عصب باقي العصابة، وواحد منهم مسك ست وهدد بقتلها عشان الشرطة تعرف انهم مش بيهزروا، وكان فعلا هيقتلها. ووقتها فولر نبه جين وبراين ان محدش فيهم يتصرف بدون اذنه، بس براين شاف ان الوضع هيخرج بره السيطرة والراجل هيقتل الست، فنشن على المجرم مظبوط وضربه طلقة في راسه ومات. وبعدها اصطادوا باقي العصابة من وسط الرهاين، بس للاسف في رصاصة جت في الرهينة الا انها لسه عايشة، وكان براين خايف انها تموت ويكون هو السبب. لما بيرجعوا الاسم ريك بيعرفهم ان فولر متضايق من اللي عملوه وعايز يعاقبهم، وتيجي زميله شاف ان اللي عملوه بطولة مش حاجة وحشة، بس دخلوا الفولر اللي رأيه كان غيرهم تماما، لان الست بسببهم اتصابت برصاصة، وبراين فهموا انها عايشة اصلا بسببه، بس عرفوا انها عايشة وعايزة تعوض بالملايين بسببه، فبيقولوا ان هو عمل اللي عليه وملوش حق يعاقبه. بس فولر بيقول للاتنين يختاروا اما الفصل او انهم يتنقلوا بره الاسم، بس ريك قال انهم افضل اتنين في الفرقه، ويا ريت يخليهم حتى جوه الاسم علشان لما يرجعوا تاني، فقال لهم ينقلوا لمخزن السلاح، لكن براين رفض وخرج وهو متعصب. اما فولر كلم جيم وقال له انه عارف ان براين اللي غلطان، ولو هو شهد قدام اللجنه بده هيفضل في الفرقه، بس جيم رفض يبيع صاحب عمره وقال له انه مش هيبيعه وهينفذ العقاب. بيرجع لغرفه اللبس وبراين بيقول له يلم حاجته عشان يمشوا، بس جيم بيرفض لانه هينفذ العقاب على امل انه يرجع الاسم تاني. بس براين اتهمه انه خانه واتفق مع فولر عليه وباع صاحبه، بس بيعرفوا جيم انه رفض يبيعه رغم انه غلطان وهو حذره يتصرف، وبسببه لبس معاه العقاب. وبرغم اللي حصل ما خلصوش يبيع صاحبه، الحقيقه ان براين اللي باعه مش هو. بيتخانقوا سوا وبينهوا صداقتهم اللي دامت 5 سنين جوه الاسم ده، وبتعدي شهور وبنشوف جيم بيتدرب زي ما هو عشان لما فولر يحن عليه ويرجعه تاني للفرقه. بيرجع بعدها لمخزن السلاح، وكل اللي بيعمله فيه انه بينظف الاسلحه وجزم الشرطه علشان لما يستلموها تاني يوم. بس بيوصل شخص جديد وهو هوندو للاسم، واللي انطلب مخصوص للرجوع لانه فرد قديم من فرق الاقتحام، وبيروح يسلم سلاحه لجيم وبيوصيه ما يلعبش في حاجه لانه لسه مظبط المنظار، وجيم بيطمنه انه هيرجع يلاقيه زي ما هو، وبيسال زميله الاقدم منه عن هوندو، فبيعرفوا انه واحد من اقوى المقتحمين والشغل معاه بيكون عالي، وكان هنا قبله بس رجع تاني مش عارف ليه. السبب بقى ان ريك اللي طلبه لان الاسم في حاله وحشه ومفيش فرقه اقتحام فيه تقدر تواجه مجرمين بجد، وفولر عايزه يكون فرقه من اختياره عشان يقدر يقدمها للاداره وترفع راسه من الاخر عندهم. والفريق هيكون من 5 افراد بس، منهم بوكر وتيجي اللي فولر اختارهم، وعرفوا ان ال3 التانيين هيكونوا من اختيار هوندو، اللي واضح ان هو وفولر مش بيطيقوا بعض، وشكل فولر ده محدش بيطيقه اصلا. نروح لجيم اللي بيرجع بيته بيلاقي صديقه واللي تبقى اخت بوكر زميله بتلم شنطتها علشان تمشي، وده لان جيم اتغير الفتره الاخيره وما بقاش مهتم بيها، وهي نفسها لسه بتحبه بس هو مش عايز يتغير ولا حتى يلم نفسه ويتجوزها، والست عايزه الحلال بقى كفايه حرام لحد كده. المهم انه بيسيبها تمشي مع بوكر رغم حبه ليها، الا ان موضوع نقله الاخير عامل له مشكله كبيره. تاني يوم في الشغل زميله بيشوف اداه شكلها غريب، فبيقول له يرميها، بس جيم بيعرفه هي بتشتغل ازاي وممكن تساعدهم في ايه لان هو اللي صنعها بنفسه. ولما هوندو بيسمعه بيتكلم عن الاداه بيعرف ان جيم مش سهل وشكله هينفعه بعدين، وبياخد منه سلاحه بعد ما جيم ظبطه له وبيكون مبسوط منه جدا. وبنشوف بعدها بوكر وتيجي بيتدربوا على الرمايه، وهوندو بيراقبهم بس بيشوف جيم بيتدرب لوحده بعيد. المهم ان تيجي كان مبسوط لان محدش قادر يغلبه في الرمايه، بس هوندو بيراهن ان جيم يقدر يغلبه، فبينادي عليه وبيقول له يغلب تيجي لانه راهن عليه، وبيبداوا الرمايه واللي بيفوز جيم، وبيكسب هوندو الرهان وهو فرحان خصوصا انه كسر غرور تيجي. في نفس الوقت بنشوف واحد اسمه أليكس راجع لأمريكا، وبيكون في استقباله حارسه الشخصي اللي بيقول له يوديه لعمه اللي عيد ميلاده النهارده. وبنعرف ان أليكس مش شاب عادي، انما هو فرنسي ومجرم خطير مطلوب دوليا، وطبعا زور اوراقه علشان يدخل البلد. نرجع لهوندو اللي بيطلب من جيم يلبس زيه لانه هيكون السواق الخاص بيه النهارده،
وبيمشي معاه جيم وهو مش عارف هو ناوي على ايه، بس بيقول له ياخده لمنطقه معينه. وكان وقتها في شرطي اسمه ديك وزميله بيفتشوا بيت شخص عشان يقبضوا عليه وحبيبته بتخبي مكانه، بس لما بيسمعوا صوت خبط بيعرفوا انه بيهرب، فبيجري ديك وراه، انما زميله بتخبطه الست على راسه بالطاسه وبتعطله. في نفس الوقت بيسمعوا صوت ديك على اللاسلكي بيطلب الدعم لان المجرم بيهرب منه، وبيتفاجئ هوندو ان جيم بيلف بالعربيه، بس بيفهم بعدها انه كان بيعمل كماشة على المجرم اللي قابلهم، بس جري ونط من على العربيه وديك وراه، وجيم بينزل هو كمان يجري وراهم، وهوندو بياخد العربيه وبيقابلهم من الناحيه التانيه، وبيفضلوا يجروا وراه لحد ما بياخدهم لاماكن كتيره، وفي النهايه بيقابلوا هوندو وبيضربه، وبيخلي ديك يقبض عليه وبيعرفوا انه عايزه معاه في فرقه الاقتحام، وبيوافق طبعا لانه قدم اختباراتها كتير واترفض. المهم ان ست بتشوفهم وبتعترض انهم قبضوا عليه ودخلت الموضوع في عنصريه، بس ديك قال لها لما نشوف وقت ما يسرق بيتك هيكون ردك ايه. وجه هوندو بعد كده بتروح لشرطي في الشارع اسمه ديف مؤدب وابن ناس، وفي كل المواصفات اللي تخليه يكون مقتحم، الا انه يكون شرس مع المجرمين، وبيرفض انه ينضم لهم لانه ما بقاش يحب العنف وحابب يقضي وقته في هدوء. فبيركب هوندو وهو محبط وبيقول لجيم المفروض ما كنتش اساله الراجل المثالي وما ينفعش معانا خالص. بيروحوا بعدها لشرطي اسمه كريس واللي كان وقتها في المستشفى لانه قبض على مجرم والاتنين ضربوا بعض، وبيعرف هوندو ان فولر رفضه كتير بس مش عارف السبب، مع ان الشاب واضح من ملفه انه كويس في شغله، بس لما شافوه عرفوا السبب، وهو انه اصلا مش شاب، دي بنت واسمها كريس وعنيفه جدا مع المجرمين، وكانت فاكره ان هوندو وجيم من حقوق الانسان وجايين يحققوا معاهم، فعرفتهم ان المجرم اللي هاجمها الاول. بس هوندو بيقول لها هو انا شكل منهم، انا جاي اسالك حابه تبقى في فرقه الاقتحام؟ بتقول له طبعا، وكانت فرحانه لان اخيرا جات لها الفرصه دي. بيرجعوا بعدها للاسم وهوندو بيسال جيم لو حابب ينضم ليهم، خصوصا ان ملفه مليان انجازات كتيره، فبيعرفوا انه عايز، بس فولر هيرفض طبعا، بس هوندو بيطمنه ان فولر مشكلته هو بس، هو هيوافق، وطبعا بيفرح 6 شهور من الانتظار اخيرا جت بفايده. نرجع لمين؟ أليكس اللي بيفاجئ عمه في المطعم وهو بيحتفل بعيد ميلاده، وواضح ان عمه بيحبه، بس أليكس بيعرفه ان هو المسؤول عن الشغل حاليا لان باباه بقى قعيد وبيقتل عمه قدام الكل لانه كان بيسرق باباه، وبيعرفهم ان اللي بيسرقه هيكون مصيره زيه، وبياخد مفتاح عربيه عمه بعدها وبيمشي عادي جدا. لكن وهو ماشي بيتوقفوا دوريه شرطه وبيطلبوا رخصه لان فانوس العربيه اللي ورا مكسور، لكن الشرطيه بتقول له انه في حاجه غلط في اوراقه ولازم ينزل معاهم لحد ما يتاكدوا منها. تاني يوم بنشوف هوندو وهو مجمع الفريق وبيعرفهم انهم هيخضعوا لشويه تدريبات تبع الاداره عشان يقبلوهم، ومستني منهم يشرفوا في الاختبار النهائي والا فولر هيسرحهم كلهم. بنشوفهم بعدها في اكتر من تدريب، وديك فشل انه يحدد الرهينه من المجرم، ودي اول غلطه ليه، وعرفوا هوندو انه لازم يبص كويس قبل ما يضرب. بيمر على تدريبهم تقريبا اسبوع من رمايه الاقتحام وغيره. كان وقتها أليكس اتحبس لانه مجرم مطلوب طبعا. بعد مرور اسبوع بنشوفهم في اختبار الاداره والكل بيتفرج عليهم، وهوندو بيقول لهم يشرفوه، وكانت المهمه انقاذ الرهائن من طياره مخطوفه. بتتزود بالوقود والشرطه عامله نفسها طبعا الخاطفين، وبيعرفهم هوندو على منافذ الدخول واللي طبعا الشرطه عامله عليها كمان ليهم، بس جيم بيعرفهم ان في مدخل تاني وهو باب المضيفات للطوارئ، بس كريس اللي ينفع تعدي منه وتدخل وبعدها تامن دخولهم. وطبعا تفكيره بيعجب الكل خصوصا هوندو اللي ما ندمش على اختياره ليه، وفعلا بتدخل كريس وبتامن دخول باقي الفريق للطياره، واللي بيقدروا بمهاره يعطلوا القنابل وكمان يقتلوا المسلحين. وكان لازم يتعرفوا على مسلح متخفي وسط الرهاين، وجيم اتعرف عليه بسهوله بسبب نظراته المريبه، وبينجحوا في الاختبار قدام الشرطه والاداره وفولر اللي مش عارفين مبسوط ولا زعلان. هوندو بالليل بياخدهم يحتفلوا سوا، وكل واحد منهم بيتعرف على التاني اكتر. في السجن كانت محاميه أليكس بتقابله وبيقول لها تعمل المستحيل عشان يخرج من هنا لو هتقتل حد. نرجع للفريق اللي بيقرروا يروحوا علشان اتاخروا على زوجاتهم، بس كريس بتعرفهم ان في مربيه مع بنتها وعايزه تكمل السهره، فبياخدها جيم ويكملوا السهره بره، ولكنه بيقابل براين اللي بيروح يضايق فيه وبيساله لو دي حبيبته، فبيعرفوا انها من الفرقه الخاصه، فبيتريق عليه لانه بقى بيشتغل مع بنات، وكان في واحد مع براين عايز يضربه، بس براين منعه واخده ومشوا في الطريق وكسر صورتهم سوا. ولما زميله ساله ما سابوش يضربوا ليه، فقالوا انه انقذه من جيم مش العكس. اما كريس بتعزم جيم على عيد ميلاد بنتها بكره بما انه يوم اجازتهم اصلا وبيوافق، وتاني يوم كان ديك كمان معاهم بيحتفل بعيد ميلاد الطفله. في نفس الوقت كانت الشرطه بتنقل أليكس للسجن الفيدرالي لانه اكتر حراسه وامان، بس سواق العربيه بيبلغ ان في عربيه شرطه ماشيه وراهم وهو ما تبلغش بيها، بتعرفوا الموظفه انه ما يوقفش لحد ما تتاكد منها. في نفس الوقت هوندو وفريقه بيكون عندهم مهمه لشخص مجنون ساكن في حي ولكنه مفخخ بيته ورافض يخرج منه، فبيتحركوا لهناك وبيحطوا خطه للاقتحام، واللي كان صعب بسبب البيت اللي متفخخ من كل الفتحات. بس جيم قال لهم ان الاداه الخاصه بها تساعدهم، وفعلا بكل سهوله بيخلعوا بها جدار البيت، وهوندو بيقول له انت تاخد براءه اختراع عليها بقى. نرجع لعربيه السجن والموظفه بتعرف السواق ان معاه مجرم دولي، فعلشان كده ممكن تكون العربيه لتامينه، بس بتطلب منه يبلغ
وبيبلغها برقم اللوحة، لكن ما كانش شايفها فبيضطر يقف عشان يتأكد منها. ووقتها العربية كمان وقفت ونزل منها الشرطيين اللي للأسف خلصوا على السواق والحارس اللي معاه وأخدوا المفاتيح علشان يهربوا أليكس. ولما الإدارة ما لقيتش رد منهم طلبوا الدعم، وهي فرقة هوندو اللي أخدوا فريقه في عربيات ملاكي للتمويه طبعا. ولكن أول ما وصلوا لقوا ضرب النار عليهم فاشتبكوا فورا مع المجرمين وقتلوا واحد منهم. بس كان أليكس بره العربية أصلا وركب عربية الشرطة وساب زميله اللي اتقتل من هوندو، ولكنه ما قدرش يهرب بالعربية لبعيد وحصلوه قبضوا عليه تاني. طبعا خبر القبض عليه انتشر بسرعة البرق وكل الصحافة اتجمعت علشان تصور معاه، ولكن دي كانت أكبر غلطة حصلت، لأن أليكس قال إن اللي هيهربه هيكون له مكافأة 100 مليون دولار، مبلغ كبير جدا، وللأسف سهل واحد زيه يدفعه لأنه ملياردير. ولما الخبر وصل للمجرمين والمسجلين شافوا إنها صفقة كبيرة ليهم، وللأسف بقى نقل أليكس أصعب بالنسبة للشرطة اللي قررت إن فرقة هوندو تنقله، وكانت الخطة إنهم ينقلوه بهليكوبتر من سطح السجن. وفعلا الهليكوبتر كانت خلاص هتنزل على السطح وهوندو وفريقه معاهم أليكس، إلا إن في قناص ضرب عليها نار ووقعها وانفجرت باللي فيها. الصحافة أكيد بتصور وبتنقل الأخبار، وطبعا المجرمين متابعين، وللأسف الخطة الأولى فشلت، عشان كده كان في خطة تانية وهي نقل أليكس عن طريق البر بس بذكاء شوية، لأنهم قرروا يطلعوا معاه دورية كبيرة، وبدل ما يكون هو في العربية هيحطوا تمثال شبهه بالظبط كتمويه للمجرمين اللي مستنيينهم. أما أليكس الحقيقة هيكون معاهم هم في عربيتين، ديك وهوندو وكريس في واحدة وبوكر وجيم وتيجي معاهم وأليكس في العربية. واتحرك الفريق بعدها وفعلا خرجت العربيات معاها تمثال أليكس، وكانت الشرطة بتوسع الطريق طول الوقت. بس في نفس الطريق واحدة عجوزة كانت بتعدي، بس ما كانتش عجوز إنما مجرم متخفي وضرب نار على عربيات الشرطة اللي بعدها ما بقتش عارفة بيحصل إيه، لأن حصل هجوم كبير عليهم من مجموعة مجرمين بالأسلحة. ومش كده وبس، ده كان في قنابل بتترمي عليهم من أسطح البيوت لحد ما الدخان ملى المكان والدنيا ولعت. بس في النهاية بيفتحوا العربية لقوا تمثال فيها وفشلت خطتهم. في نفس الوقت اتحركت الفرقة مع أليكس، وفي الطريق كان أليكس بيحاول يستفزهم، فجيم قال لبوكر يضربه بالنيابة عنه. فجرب أليكس طريقة تانية وهي إنه يغريهم بالفلوس وعرفهم إن المبلغ لو اتقسم عليهم هيبقى كبير. وجيم أوهم للحظات إنه موافق، بس ضحك عليه تاني وقال له لا. فقال لهم أليكس الموضوع بسيط، تقفوا على جنب وأنا أنزل وأشوف طريقي وأنتوا تاخدوا الفلوس. اتفاجئوا بعدها إن تيجي وقف، وجيم سأله وقفت ليه، وكمان هوندو سأله في اللاسلكي، فعرفوا إن في مرور مشاة. جيم قال له بتكدب ليه، فقال لهم ينزلوا من العربية. وطلع إن تيجي ناوي يهرب أليكس، وجيم نصحه بلاش يعمل كده، بس اتصدم إن تيجي أصلا القناص اللي ضربوا الطيارة، واتفاجئ كمان إن براين وزميله مشتركين معاه وهيهربوا أليكس وحضروا للخطة من بدري. ولما جيم رفض ينزل هددوه، ولكن بوكر حاول يقاوم وللأسف ضربوه طلقة ولكنه اتصاب فقط. فجيم قال لهوندو إن في شرطي مصاب عشان يرجع بسرعة، بس كانوا ضربوه أخدوا أليكس وهربوا. وصل هوندو واللي معاه وسابوا كريس مع بوكر لحد ما الإسعاف توصل، أما الباقي طلعوا ورا أليكس وتيجي اللي وصلوا للمترو علشان يهربوا أليكس. بس كان المترو اتحرك، ولما كلموا الإدارة علشان ترجعه عرفهم إنه غير طريقه وبقى خارج عن سيطرتهم. ولما وصلوا المحطة فعلا ما لقوهوش وصل، فقرروا يحصلوهم، بس لقوا المترو واقف وما لقوش فيه حد، فعرفوا إنهم كملوا من الأنفاق، ولحد الآن مش عارفين هم ناويين على إيه. أما أليكس كان بيسأل تيجي وبراين لو عندهم خطة لتهريبه ولا مش عارفين هيعملوا إيه برضه، لكن تيجي زي اللي فاق وحس بالمصيبة اللي عملها لأنه ضيع مستقبله وكان عايز يخلص على أليكس، بس براين فكروا بالفلوس. وبنعرف بعدها إنهم خرجوا من الأنفاق للمجاري وقفلوا الفتحة وراهم بعد ما فخخوا المكان كمان، لكن هوندو فريقه أخدوا بالهم وما تفجرش المكان بيهم، بس لقوا الباب مقفول وكان صعب فتحه، فطلب منهم ديك يجربوا يفتحوه باللغم، وفعلا نجحت الفكرة وخرجوا من الأنفاق، بس ما كانوش عارفين برضه هم رايحين على فين. لكن الجسر طريق واحد، عشان كده أخدوا عربية من مواطن وركبوا الخمسة فيها، وكانوا بيحاولوا يفكروا براين هيهرب أليكس إزاي، وما كانوش يعرفوا إن في ناس على الطريق بتراقب تحركاتهم وبتبلغها لبراين. لكن كريس بتسأل لو في مطار اتعمل قريب من هنا، وهوندو بيقول لها لا، فبتقول له إن في طيارة بتقرب من طريق النهر، فبيقول لهم جيم إن دي اللي هتهرب أليكس أكيد، وبيغيروا طريقهم لمكان هبوطها. وفعلا بتكون الطيارة بتقرب من الجسر بطريقة خطيرة جدا لحد ما هبطت على الجسر ونقلوا أليكس ليها. وقبل ما الطيارة تطلع براين قال لأليكس يكلم بابا عشان ينقل الفلوس، وإلا الطيارة هتفضل على الأرض. بس قبل الطيارة ما تطلع بيهم كان هوندو دخل فيها ووقعت على الأرض تاني ووقفت تماما. براين أخد الست اللي خاطفين طيارتها كراهنة عشان يهرب، وساب تيجي اللي كان شبه مغمى عليه. جيم حصل براين، أما هوندو راح لتيجي اللي سأله ليه كده ولو كانت الفلوس تستحق اللي عمله، بس بيقول له لا، وبعدها بيخلص على نفسه. أما جيم حصل براين لحد السكك الحديد، وهناك دخلوا قتال سوا ونزلوا ضرب في بعض لحد ما براين وقع منه سلاحه، وجيم كان يقدر يقتله بس رمى السلاح وكمل ضرب فيه، لكن كان في قطر جاي بسرعة وللأسف براين مات تحته. وأخيرا بنشوف الفريق وهو بيوصل أليكس للسجن الفيدرالي، وبعدها كل واحد منهم بيرجع لبيته وحياته من تاني، وفولر أخيرا بيعترف إنهم فريق مذهل. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. سلام.